في أساسيات وقواعد ثابتة في عالم هارلي. صوت تقيل، موتور في توين من بتاع زمان اللي متسجل باسم هارلي، وشخصية كلاسيك معروفة والركوبة الهادية والرايقة. لكن في يوم من الأيام هارلي اتجننت وكسرت كل القواعد دي مرة واحدة، وقدمت موتوسيكل سريع بشكل غريب وشكله مستقبلي ومش شبه أي هارلي قبل كده، وده كان الهارلي ديفيدسون في رود. السؤال بقى المهم، ازاي هارلي عملت الموتوسيكل ده؟ وليه في ناس كتير جدا حبته وناس اكتر كرهته؟ بس الاغلب اصلا ما سمعش عنه، لدرجه اني متاكد ان اغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده ما يعرفوش. بس لو كنت سمعت عنه او عارفه قول لي في الكومنتات. والاسئله دي كلها هنجاوب عليها في الفيديو ده، وهنتكلم عن تاريخ التجربه الفاشله من هارلي. فلو لسه مش مشترك مش فاهم بصراحه مستني ايه، اشترك دلوقتي واعمل لايك في طريقك وخلينا نحكي القصه من الاول. في أواخر التسعينات هارلي كانت في وضع غريب، ناجحة جدا لكن في نفس الوقت محبوسة في نفس الفكرة. هارلي كانت معروفة بالموتوسيكلات التقيلة الكبيرة ومواتير في توين بتبريد هواء وعزم قوي وار بي ام قليل. من الآخر كان الأداء مش موجه للسرعة، وده كان بيكسبها جمهور كبير لكن بيخليها بعيد عن جيل جديد. وفي نفس الوقت الشركات الياباني زي ياماها وهوندا أو سوزوكي مثلا كانت بتقدم الكمال الحقيقي في عالم الموتوسيكلات، موتوسيكلات أسرع، تكنولوجيا أعلى، تصميمات أجدد وأحدث، وتنوع كبير جدا في الموديلات من الكبير والغشيم لحد الكتكوت الصغير. هارلي اكتشفت حاجة خطيرة، لو فضلت بنفس الشكل هتفضل قوية مع جمهورها القديم بس لكن هتخسر المستقبل. وانا مش عارف فين الاكتشاف في كده، بس قشطة يعني. بعد الاكتشاف الرهيب ده ظهر قرار جريء، مش هنطور القديم لكن هنعمل موتوسيكل جديد من الصفر، موتوسيكل سريع حديث مختلف ويكسر صورة هارلي النمطية عند ناس كتير. وهنا المفاجأة، هارلي اتصلت على بورش وقالت لهم: الو، بقول لك ايه يا ريس، مش عاوزين نعملوا موتوسيكل سوا؟ مين معايا؟ يا عم معاك هارلي، كنا عاوزين نظبط موتور سوا. مين معايا؟ وفي الاخر يعني اتفقوا انهم يطوروا موتور سوا، وكان واضح جدا الهدف انهم يعملوا موتور يلف على ار بي ام اعلى ويطلع قوه حقيقيه ويكون بينافس على السرعه مش بس العزم. وده كان عكس كل اللي هارلي عملته قبل كده، مش مجرد موتوسيكل جديد لكن يشد جيل كامل جديد انه يدخل في عالم هارلي. واللي حصل بعد كده كان اول ظهور فعلي للبايك والصدمه اللي عملها في السوق. مين معايا؟ ايه ده، انت لسه هنا؟ أول ظهور للفي رود كان في 2001. في 2001 هارلي قدمت حاجة محدش كان متوقعها، موتوسيكل شكله غريب، صوته مختلف، وأداؤه مش شبه أي هارلي قبل كده. وده كان أول ظهور حقيقي على الشارع للهارلي ديفيدسون في رود. أول ما الناس شافته الكل قال نفس الجملة: ده مش هارلي. بس ليه قالوا كده؟ قالوا كده لأنه تصميمه مستقبلي، تانك البنزين تحت الكرسي، ووضعية ركوب رياضية شوية، وكاوتش عريض جدا، بايك شكله جاي من المستقبل مش شبه موديلات هارلي التانية. واهم حاجه في الفي رود كانت الموتور الريفوليوشن انجن في توين بزاويه 60 درجه، تبريد ميه مش هواء كعاده هارلي، ار بي ام عالي وحوالي 115 حصان. ووقتها ده كان رقم صادم، لان هارلي عمرها ما عملت موتور بالشكل ده. الموتور ده اتطور بالتعاون مع بورشا، وده اللي خلى الاداء اعلى والسلاسه احسن والتكنولوجيا طبعا متقدمه. يعني لاول مره هارلي بتفكر بعقليه سباق مش بس بقلب امريكي. في رود كان أسرع هارلي في وقتها، تسارع قوي جدا، يعني بايك ممكن ينافس مش بس يتمشى. ناس كتير قالت إن أخيرا هارلي بتتطور وبدأت تدخل في منطقة الأداء الحقيقي والتصميم الجريء، وناس قالت إن ده أصلا مش هارلي، وإنه لو هارلي فهي كده الشركة تعتبر فقدت الشخصية. بس رغم الجدل الكبير اللي حصل، ظهور هارلي ديفيدسون في رود كان لحظة مهمة جدا. هارلي أثبتت إنها تقدر تكسر قواعدها وتجرب حاجة جديدة حتى لو الجمهور هينقسم لنصين. لكن السؤال بقى، هل الناس كانت مستعدة للتغيير ده ولا دي كانت بداية مشكلة أكبر؟ أكتر حاجة عملت ضجة في الهارلي في رود ما كانش شكله، كانت الجملة اللي كل الناس قالتها إن ده موتور بورش. بس هل ده حقيقي فعلا؟ وهل فعلا الموتوسيكل ده فيه موتور بورش بجد؟ التعاون حصل فعلا بس مش زي ما الناس فاكرة. هارلي اشتغلت مع بورش لكن مش بمعنى إن بورش هي اللي عملت الموتور لوحدها. الحقيقة التصميم الأساسي من هارلي، بورش بس ساعدت في الهندسة وفي التطوير، خصوصًا في حتة الأداء العالي والتبريد. يعني المشروع كان تعاون 50-50، مش موتوسيكل بموتور بورش، لكن دي كانت نقطة قوية عند هارلي عرفت تسوق بيها وتبيع كمان. بس جمهور هارلي بقى الحقيقي كان شايف إن إحنا مش محتاجين بورش، إحنا عاوزين الصوت القديم، الإحساس الكلاسيك والروح العتيقة. لكن في رود كان حاجة تانية خالص. بس لو الموتور كان صدمة فالتصميم كان القاضية. أول ما الناس شافت البايك رد الفعل كان واحد من اتنين: يا إما هتقول تحفة فنية أو إيه القرف ده، مفيش منطقة في النص.
هارلي كانت بتحب الكروم التقيل، الخطوط الكلاسيك، الشكل التقليدي المعروف، لكن في الفي رود كسرت كل ده. تصميم قصير، جسم بايك طويل، وتصميم انسيابي، خطوط حادة وعصرية، وكاوتش ورا عريض زيادة عن اللزوم. بايك شكله أقرب لفيلم خيال علمي مش لشارع في أمريكا. وضعية الركوب كانت مختلفة، رجلك قدام، جسمك مايل شوية لقدام، إحساس أقرب للسبورت كروزر، وده كان جديد على ناس متعودة على الراحة الكاملة. ده غير إن واحدة من أذكى الحركات اللي هارلي عملتها إنه التانك مش في مكانه الطبيعي، التانك تحت الكرسي، والجزء اللي قدام هو الإير بوكس كفر، أو الجزء اللي بيغطي فلتر الهوا، ودي حاجة ناس كتير ما خدتش بالها منها في الأول. هارلي غيرت في تفاصيل التصميم كتير، عملت عداد نص ديجيتال، وعملت إضاءة جديدة، وشكل فيندر ورا مختلف، وكمان اكزوست بتصميم رياضي بحت. كل حاجة بتقول أنا مش هارلي عادي. رد فعل السوق على كل ده كان الانقسام الحقيقي، ناس شافته جريء مختلف متطور، أول هارلي متطور وجامد فعلا. ناس تانية قالت إنه فقد هوية هارلي، مش شبه البايكات القديمة، وإن روح هارلي مش موجودة في التصميم. المشكلة الحقيقية التصميم كان سابق عصره، لكن جمهور هارلي مش دايما بيحب التغيير. ده عمل فجوة ما بين البايك والناس اللي المفروض تشتريه فعلا. ودلوقتي جه وقت أهم سؤال: ليه بايك بكل القوة دي ما نجحش زي المتوقع؟ رغم إن في رود كان بايك مختلف سريع ومتطور، لكن الحقيقة إنه ما نجحش بالشكل اللي هارلي كانت مستنياه. واكبر مشكلة كانت من جوه جمهور هارلي، كان رافض التجديد، ومن كتر ما هارلي كانت بتحاول تعمله لكل الناس فما بقاش بتاع حد خالص. في رود كان في منطقة غريبة، مش كروزر عادي، مش سبورت بايك حقيقي، واكيد انه مش تورينج. جمهور الكروزر مش مقتنع، وجمهور السبورت مش مهتم، ودي اخطر مكان لاي منتج. بالنسبة لوقته كان أغلى من بايكات تانية بنفس الأداء وبفرق واضح كمان، ومش غالي لأنه فخم زي باقي موديلات هارلي. فالناس بدأت تسأل أنا ليه أدفع كل ده في موتوسيكل عادي؟ في نفس الوقت الياباني كان بيقدم أداء أعلى وبسعر أقل وباعتمادية أكبر وجمهور أكبر. الموتوسيكلات الكروزر التانية كانت أوضح في شخصيتها، ففي رود كان تايه ما بينهم. دي أهم نقطة نفسيا، رغم إنه قوي لكن ناس كتير حست إنه مش بيقدم الإحساس اللي جايين علشانه، وده خلّى ناس كتير تقول إن هو حلو بس ما أظنش إن أنا هاشتريه. الحقيقة اللي الناس كتير ما بتقولهاش، في-رود كان مستقبلي بزيادة، تصميم سابق عصره، تكنولوجيا جديدة، فكرة مختلفة، لكن للأسف كل ده جه في الوقت الغلط، والسوق وقتها ما كانش جاهز يستوعب كل ده. بس في سؤال تاني برضه مهم، ليه هارلي قررت توقّف إنتاجه نهائيًا وحاولت كمان إنها تمسحه من تاريخها؟ رغم إن الفي-رود كان مختلف وجريء، لكن في 2017 هارلي قررت تقفل الصفحة دي تمامًا. أول حاجة المبيعات ما كانتش كفاية، ببساطة البايك كان بيتباع لكن مش بالأرقام اللي هارلي مستنياها علشان تغطي تكاليف التطوير. مش فشل كامل لكن أقل من المتوقع بكتير. هارلي شركة بتبيع إحساس قبل ما تبيع لك موتور وفبر، وفي رد سريع حديث متطور، بس مش بيدي نفس إحساس الهارلي الكلاسيك اللي كل الناس بتدور عليه وهي بتشتري هارلي. فبقى غريب على البراند نفسه قبل ما يكون غريب على الناس. وصدقني الموتور اللي هارلي كانت بتبيع باسمه وكان هو اللي بيسوقوا بيه في كل مكان كان واحد من أهم أسباب وقف الإنتاج، علشان تكلفته أعلى من باقي موديلات هارلي التانية، وكمان مبيعاته أقل، فالمعادلة ما بقتش مربحة. وفي الفترة اللي هارلي وقفت فيها الإنتاج هي غيرت الاستراتيجية بتاعت الشركة كلها، بدأت تعيد ترتيب نفسها وتركز على الموديلات الأساسية وتقلل المخاطرة. في الآخر كانوا عاوزين يرجعوا للهوية اللي الكل عارفها، وفي رود كان أول ضحية. في نقطة مهمة لازم نعرفها، حتى لو في رود ما نجحش تجاريا هو نجح في حاجة تانية، أثبت إن هارلي تقدر تعمل بايك بأداء عالي، فتح الباب لموديلات جديدة وغير تفكير الشركة. يعني التجربة أدت دورها، ومحدش برضه بيتعلم ببلاش. أوقات أجرأ التجارب مش بتكمل بس بتسيب أثر كبير. في الآخر هارلي ديفيدسون في رود مش مجرد موتوسيكل اتعمل واتوقف، ده كان تجربة جريئة جدا من هارلي إنها تكسر نفسها بنفسها. أسرع هارلي في وقته، وأول هارلي بتفكير مختلف، وأقرب حاجة لبايك بريفورمانس حقيقي من الشركة. لكن في نفس الوقت جمهور هارلي ما تقبلوش بالكامل، السوق ما كانش مستعد، والهوية اتلخبطت والناس بقت مشتتة. فمن الآخر في رود ما كانش الفشل الكامل لكنه كان تجربة. تفتكر لو نزل بنفس الفكرة دلوقتي ممكن يبقى وحش السوق وياكل المبيعات؟ بس الأكيد إن في موتوسيكلات بتنجح علشان ماشية مع الناس، وفي موتوسيكلات بتتظلم علشان اوريدي هي سبقت الناس بكتير. دلوقتي دورك انت شايف ان في رود كان فشل ولا تحفة واتظلمت؟ قولي رأيك في الكومنتات، وقولي برضو تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه، وما تنساش لايك للفيديو واشترك كمان في القناة علشان لسه في قصص اقوى جاية وموتوسيكلات غيرت التاريخ فعلا. وشكرا على المشاهدة.
في الآخر حبيت أشكر كل المنتسبين في القناة وأبدلهم التحية الخاصة مني وشكرا.